tillæg. Velkoff er blevet... Det er ikke i tvivl om. Det synes jeg også, vi har set det. Nikolaj Wallis, Lasse Nielsen vinder bold op mod Velkoff. Lauritsen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناتي المتواضعة. قبل أن نبدأ الشرح أرجوكم أن تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد من الفيديوهات عن أخبار المحترفين الجزائريين أو أخبار المنتخب الوطني الجزائري. كما رأينا اليوم تألق أمين الشياخة أول ظهور له مع ناديه الجديد في نفس الدوري في الدوري الدنماركي بعدما كان مع فريق كوبنهاغن. انتقل إلى فريق فليفا. كما رأيتم تألقوا الصراحة. أمين الشياخ ظهر بوجه آخر جدا، كأنه ليس بلاعب كوبنهاغن، ليس نفس المستوى. صراحة مستواه اليوم كان كبير جدا، على الرغم أنه تلقى بطاقة صفراء، إلا أنه كان متحمس جدا للعب الكرة. إن شاء الله أمين الشياخ يواصل بهذا التألق. صراحة أنتظر منه هذا اللاعب، أنتظر منه الكثير، وخاصة لصغر سنه، وكذلك لديه قامة طول ما شاء الله. صراحة إذا واصل بهذا المستوى بإذن الله سوف يتحسن ويتطور. كما قلنا هو في عمر 20 سنة أو 19 سنة، لاعب مازال صغير وموهوب جدا. إن شاء الله أمين الشياخ يزيد يتطور من أدائه في ناديه الجديد، ثم يرجع إلى كوبنهاغن ويكون في التشكيلة الأساسية مع كوبنهاغن، ويكون رأس الحرب الأول في كوبنهاغن، وبعدها يتألق مع نادي كوبنهاغن وينتقل إلى نادي أكبر. إن شاء الله نشوفه كما قلنا أمين شياخة في مستوى كبير جدا. إذا واصل بهذا المستوى يحارب من أجل الكرة وكذلك في الهجوم وهكذا، بإذن الله سوف يفجر كل ما عنده، وبإذن الله سيكون النجم الأول في المنتخب الوطني الجزائري. في الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد عن مثلية الفيديوهات. السلام عليكم.